اوكي، الصمت لغة العظماء، بس في السينما معناه ايه؟ دايما كنت بسمع المقولة دي، واول مرة ركز معاها كان من 3 سنين لما قررت ادخل فيلم مخرجي المفضل كريستوفر نولان، وساعتها كان اوبنهايمر لسه نازل في السينما، وتحديدا في اللقطة اللي كانوا بيجربوا فيها القنبلة الذرية حصل عكس كل اللي الناس متوقعاه. انت متوقع صوت يهز السينما، او على الاقل مزيكا ضخمة، ناس بتفرح، ناس بتعيط، اي حاجة، لكن في الحقيقة اللي حصل عكس كده تماما. صمت، صمت تام، لا حوار ولا مزيكا ولا حتى صوت الانفجار نفسه، وكأن الزمن وقف لثواني عند المشهد ده. كرر الموضوع تاني مرة لما جيت أدخل السنة اللي فاتت فيلم F1 في السينما، وتحديدا عند اللقطة اللي حصل فيها الحادثة. حصل ساعتها نفس الشيء، لا صوت الحادثة، لا مزيكا، ولا حتى صوت الحوار، كأن المخرج كان عايز يسيبك مع المشهد ده. وساعتها سألت نفسي سؤال واحد: ليه فيلم متكلف ملايين الدولارات ومؤلف الموسيقى فيه هو هانز زيمر تختار ان انت في مشهد زي ده ان انت تسكت، تختار ان انت ما تقولش حاجة؟ ولما بدأت أركز اكتشفت إن الصمت في السينما مش غياب، الصمت في السينما ليه سبب. إحنا كبشر متعودين إن طول الوقت الفيلم بياخدك من إيدك يقولك تحس بإيه. لو في حاجة خطر فهو بيحط لك مزيكا تحسسك بالخطر ده أو بالرعب ده، لو في حزن فبيحط لك الموسيقى تخليك تعيط. لكن في لحظة المخرج بيقرر إن هو يسيبك لإحساسك، يسيبك مع المشهد، لأن ببساطة في مشاهد كتيرة الموسيقى ما تقدرش تشرحها ولا الحوار يقدر يوصفها. في مشهد القنبلة في اوبنهايمر الموضوع ما كانش عن الانفجار نفسه، الموضوع كان استيعاب حجم اللي حصل. العالم اتغير ساعتها للأبد. المخرج كان عايزك تعيش صدمة اللي حصل، مش بإنك تسمعها، بإنك تحسها. وقت الصدمة اللي بجد احنا ما بنسمعش حاجة، الصوت بيتحول لكأنه دوشة بعيدة. المخ ساعتها بيحاول يستوعب اللي بيحصل، وده بالظبط اللي السينما بتحاول توصله لك. وهنا فهمت حاجة مهمة جدا، إن ساعات أقوى أداة عند المخرج ممكن ما تبقاش لا الكاميرا ولا الإضاءة ولا الممثلين ولا حتى الموسيقى. ساعات أقوى أداة هي الحاجة اللي قرر إن هو ما يستخدمهاش من الحاجات دي، زي بالظبط الرسام اللي قرر إنه يسيب حتة معينة في اللوحة فاضية، أو زي الكاتب اللي قرر إن هو يوقف الجملة في الوقت المناسب. المخرج الشاطر اللي يعرف هو إمتى يتكلم وإمتى يسكت. ومن بعدها في اللحظة اللي بقيت أشوف فيها فيلم وألاقي إن الموسيقى وقفت والكلام وقف، أعرف إن المخرج هنا بيحاول يوصل لي رسالة، أعرف إن المخرج بيقول لي ركز في الحتة اللي جاية دي. وإنت إيه أكتر مشهد فاكره المخرج استخدم الصمت فيه عشان يوصل لك رسالة؟ اكتب لي المشهد ده في الكومنتات وأشوفك في الفيديو الجاي. سلام.